المرأة لما تزعل في نقطة مهمة عشان تعرفين إنه في سيكولوجية مختلفة. كثير من الحالات تجي تقول لي أنا لما أزعل يتركني ويروح ما يحس فيني. ترى هو ما سوى شيء غلط، هو بوجهة نظره الرجل لما يزعل ولا لما يتضايق يحب يقعد لحاله، فهو يعتقد إنها هي تبغى هالشيء فيتركها. هي وقت الزعل المرأة تحتاج من يطبطب عليها، تحتاج إنك تقرب منها، هذا سيكولوجية المرأة والرجل. فقرب منها لما تتضايق، طبطب عليها، حضنها. الزوجة كذا. فأنت لما تتعامل مع سلوك يكون مفاجئ ما يشبه لها، عصبت فجأة، نرفزت فجأة، لازم تعرف في الكالندر عندك وقت يعني الجانب الشهري عندها والأمور هذه لازم تكون توعي لها. إذا شفت سلوك صار فجأة غريب أو ما يشبه عادتها الدائمة فلا تأخذ رد فعل قوي. أنا ما قاعدة أكذب عليك أو أجامل أو إني أبالغ، والله العظيم أستاذ فهد صادق إن الحياة والأزواج السعداء واللي تغلبوا على تحديات الحياة وتغلبوا على مشاكل الحياة وتغلبوا، والله ما تغلبوا عليها إلا باستراتيجية إنه الزعل لابد ما يكون أكثر من يوم، ومو نهاية اليوم نسكت وكل واحد ينام. لا، لازم نعرف نطبطب، لازم نعرف نصفي اللي كان، مو انسي وصفحة جديدة. لا تكلمني في الموضوع، أنا ما أحب أتكلم، أنا ما أعرف أتكلم في المشكلة، ما ينفع ده. عشان كذا احنا ايش نقول لا تطولون مكالمات في الملكة، لا تطولون علاقة قبل، يفضل انها تكون بشكل سليم عشان تعيشون مراحلها بشكل لطيف. حلو انه في البداية او بداية التعارف بينك وبين الطرف الاخر، وانا دائما اقول ودي صح هذه لا ننتهي من المرحلة الاولى اللي احنا قايلينها. المرحلة الاولى رسالتي او هديتي لهم كلهم للطرفين الصراحة هي اساس العلاقة. بداية العلاقة بينك وبين الطرف الآخر لا تجامل، تلقين كل الطرفين يجاملون بعض أوقات. بس أحيانا دكتورة الهنوف في أشياء تمنع إنه المرأة تصارح الرجل أو الرجل يصارح. في أمور أنا هذا شخص أو هذا الطرف بعيش معه كل حياتي. فأنا لما أكون صريح معه في كل مخاوفي أو صريحة معه في كل احتياجاتي وهو نفس الشيء، هذا بحد ذاته يعطي طمأنينة للطرفين. أنا بدخل معك في علاقة تسمى علاقة تشاركية من A to Z، من الأكل، من الشرب، من درجة المكيف لما ينامون مع بعض، تفاصيل كثيرة. فحلو إنه الصراحة تكون موجودة في بداية العلاقة بكل أبعادها، الصراحة والشفافية. ليش؟ لأني أنا ما بأحمل ذنب الطرف الآخر إني جاملته في البداية وهو ما نسبني شيء الفلاني. قضية إحنا عندنا الأمور الشرعية أو الغطاء وغيرها وكذا وكذا، يكون الرجل أوقات مجامل، بعد الزواج تصير في مشكلات. صحيح. الأمور المالية أوقات الرجل ما يبغاها يتشاركوا في أشياء، فبعدين لا، هي في أمور كثيرة في الأدوار وتوزيع الأدوار بداية العلاقة لازم تكون واضحة بين الطرفين. والله إحنا محتاجين بعض في كذا، والله إحنا بنكون كذا، والله إحنا الأدوار وتفصيلها. نظرة للزواج كيف تكون البنت تكون أوقات نظرة زواجها من هذا الشريك تكون أنا أبغى والله واحد زي أبوي، نفس نموذج أبوي، أو نفس نموذج في بالي معين. ترى كل شخص متزوج هو عنده نموذج في باله. يستحيل رجل قادم على الزواج أو امرأة يعني تتزوج ما عندها نموذج. الرجل يركض للمرأة اللي عندها هذه الصفات. هذه المرأة لها قيمتها وهيبتها، سبحان الله تصبح في العلاقة الزوجية صديقة وزوجة. أجمل شيء أن تصل العلاقة الزوجية إلى مرحلة الصداقة. إيش صفاتها هذه المرأة؟ أول نقطة هي مرأة تخضع لزوجها وتطيعه. وترى ما نقصد هنا الخضوع السلبي اللي تلغي فيه ذاتها، لا، بس تحسسه إنه الأمان والسند والراي رايه وله كلمته في البيت، تعطيه القوامة والمكانة. لأنه الرجل ترى جبل إنه أنا القائد، أنا لي القوامة. فلما تدخل المرأة في تنافسية وعناد ومرادد وندية تخلي الرجل في تحدي معاها، وترى هذا التحدي والتنافسية طاقة ذكورية. لذلك انتبهي، تقدرين تاخذين من زوجك اللي تبين بالقوة الناعمة بالمسايس، يعني تحسسينه إنه له القوامة وإن الراي رايه، بس بدبلوماسية، بأسلوب، بدون نقد ولوم وعتب وتمام. أصلا أنت اللي الراي رايك، سم وابشر اللي تشوفه اللي تبيه، ترى سم وابشر اللي تشوفه أبد اللي بخاطرك، حتى لو ما نفذتي. الرجل هنا تعطينه شعور انه انا لي القياده في البيت، فعطيه جوه، سايسيه، اطلبي منه بانوثه بخضوع وتاخذين اللي تبين. لكن التنافسيه هذه لا، بيعاند زياده.
الصفة الثانية لهذه المرأة إنه عندها ذكاء عاطفي عالي، يعني تفهم نفسها ومشاعرها وتفهم طبيعة شخصية زوجها وسيكولوجيته، تفهم كيف تعبر عن مشاعرها بهدوء بضمير المتكلم أنا، ما تقعد تنتقد زوجها وتعاتبه، لا تقول أنا أحتاج، أنا بخاطري، أنا ودي، وبنفس الوقت تفهم طبيعة زوجها، هو عصبي انفعالي ولا هو صامت غامض ولا هو اندفاعي متهور ولا هو حذر بزيادة متأني، تفهم لما يزعل ولا يطنقر من إيش وعشان إيش. ترى في مشاعر سطحية ولكن جذورها أعمق، يعني لها أسباب عميقة، أسباب في طبيعة الشخصية، أسباب في الطفولة، أسباب أمور أخرى. لما تفهم المرأة السبب سبحان الله ترحم زوجها، وجعلنا بينهم مودة ورحمة، ترحمه مو تروح تعاتبه. أيضا تعرف تعبر عن مشاعرها، تقول إيش هي متضايقة من إيش، تعرف متى تتنازل وليش تتنازل. يعني في تنازلات كويسة إيجابية تمشي الحياة، في تنازلات سلبية أظلم فيها نفسي. فانتبهي للأمور، الحقوق الأساسية في العلاقة الزوجية، النفقة وحقوقك الأساسية في الفراش وحقوقك الأساسية يعني في الأمور الأساسية الواجبة على الرجل، لا أطلبيها بكل ثقة، لكن في أشياء ترى عادي تتنازلين عنها. أيضا هذه المرأة مقدرة لذاتها، لما تقدرين ذاتك اللي حولك بيقدرونك، يعني مو تهملين نفسك وتصيرين امرأة تعطين وتضحين تجاه زوجك وعيالك على حساب نفسك، لا أيضا هذا غير مقبول. لا، في توازن في الموضوع، أنا أعطي كل ذي حق حقه بس ما أظلم نفسي، أهتم بنفسي، صحتي، اللايف ستايل تبعي، أبدأ أطور من شخصيتي، أحاول إنه أمشي كل يوم، أتنفس كل يوم، أكل صحي كل يوم، لأنه أنا فاهمة إنه يعني نفسيتي وصحتي حتنعكس على زوجي وأبنائي. فالمرأة تقدرين توصلين لهذا المستوى بإذن الله إذا حاولتي. طبعا أنا هنا لا أدعو للمثالية، ما نقدر 100%، ولكن إذا انفعلتي وطنقرتي وعصبتي ومريتي بضغوط ارجعي اشتغلي على نفسك، إعادة ضبط المصنع. وش في إيش اللخبطة اللي أنا فيها؟ هل أنا أحتاج أرتاح؟ هل أنا أحتاج أعبر عن مشاعري لزوجي؟ هل زوجي يمر بضغوط؟ طيب فكري إيش إيجابيات زوجي، كيف أخضع بحب بس بدون ما أظلم نفسي، كيف أتوازن. ارجعي اجلسي مع نفسك جلسة، أو احجزي جلسات مع مختص. المهم اشتغلي على نفسك، خاصة المرأة ترى مرة تحتاج تحتوي نفسها، لأنها تمر بتقلبات كثيرة، حمل، ولادة، دورة. فأنتي المسؤول الأول عن نفسك، اشتغلي على نفسك. أنت ستصبحين إنسانة عظيمة بإذن الله، ما حقول لك مثالية وكاملة، لا، حتمرين بمطبات بس تصبحين عظيمة بإذن الله إذا اشتغلتي على نفسك. لا تكونين امرأة عادية بس أقوم من النوم أمشي اليوم، لا تكوني امرأة عادية تفتحين أذنك لصديقاتك ولا الخواتك ولا أي قريب لك. ترى علاقتك الزوجية وشخصيتك وأمورك الخاصة أنت أكثر واحدة تفهمينها وأدرى فيها. وطبعا الرجل الذكي المتزن يقبل على زوجته، يرحمها، يرعاها. ترى القوامة، القائم على الشيء هو اللي يرعاه، يقوم عليه، تنفق، تعطي، تقدم خدمات، تهتم فيها. هي سبحان الله ترى المرأة على طول تخضع لزوجها إذا وجدت إنسان محب، إنسان قائم عليها يهتم فيها. أما إهمال المرأة لا، ما صعب، هي المرأة أصعب شيء عليها أنك تهملها وأنها آخر اهتماماتك، فهي مسؤولية الطرفين. فأتكلم الرجل أيضا لك دور، لك مسؤولية، أقبل عليها، أعطاها حقوقها، وهي سبحان الله راح تقبل عليك بشكل أوتوماتيك. شوفي المرأة إذا أهملك زوجك وقلب عليك وحسيتي نفسك مهملة مهمشة، يعني يرميكي بالكلام الجارح، ما غير قالب عليك أو متجاهلك، يمارس الصمت العقابي، وإنتي تعبانة وقاعدة تبادرين وتعطين وعندك حسن التبعل، وتجين تقولي لي يا أستاذة فاطمة أنا تعبانة، متجاهلني، يرميني بالكلام الجارح، ينتقدني. اسمعي مني هذا الأسلوب. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة يخاطب نبيه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. في أسلوب الهجر الجميل أحيانا نحتاجه في العلاقات، الهجر اللي ما فيه أذى، ما فيه عتاب، ما فيه نقد، ما فيه لوم. الهجر الجميل إني أبدأ خلاص، حتى ممكن يعني أعطي زوجي خبر فلان أحتاج مساحة، أحتاج سبيس، أحتاج أخلو بنفسي، اسكتي عن كثرة المطارد والعتاب والنقد واللوم والعتب. يمكن هو متعود دائما ما غير كبة نفسك عليه، طاردين وراه وتبادرين وتسوين، فخلاص اعتاد الموضوع. ترى داخل كل رجل في روح تحدي، انه يبي المرأة، يبي يلتفت لها، يبي يشوفها وينها مشغولة بايش. لكن لو المرأة ما عطته هذا الشيء، دائما كابت النفس عليه، دائما طارد، دائما في احتياج شديد، دائما قل لي فهمني، رد اتصالاتي، خلاص هنا الرجل سبحان الله
يعني كأنه يضمنها تفقد قيمتها عنده. لذلك الهجر الجميل خلي يشوفك كذا منعزلة بنفسك، خذي مساحتك، اقري كتبك، صلي، اقري قرآن، عباداتك. وإذا جاك ممكن إذا أنت وقفتي صراخ، وقفتي نقد ولوم، وقفتي عتاب، صرتي كذا امرأة واثقة بنفسك، يمكن ترى هو يلتفت لك. ترى أحيانا هدوء المرأة يهدد الرجل. المرأة ساكتة هادئة يبدأ الرجل يلتفت لها. والله كثير حالات جوني قالوا لي أستاذة فاطمة لما أبدأ أنشغل بنفسي، بعباداتي، بأموري الخاصة، بعلاقتي بربي عز وجل، هو أعطيه الأمور الأساسية، يعني أعطيه حقه الشرعي في الفراش، أعطيه الاحترام، بس خلاص. يعني المرأة دائما عندها المشكلة احتياجات عاطفية. المرأة تبي مشاركة، تبي كلمة طيبة. أحيانا الرجل ما يعطي هذا الشيء. فالهجر الجميل بشروط: أول شيء يكون مؤقت، ثاني شيء أصلا أنت امرأة حاولتي وعندك رصيد، يعني دائما معودة زوجك الطاعة، حسن التبعل، أمورك في البيت كذا عندك طقوس، عادي مو غلط توقفين الأمور الغير أساسية اللي فوق طاقتك، تبدين تخلين بنفسك، ما تأذين ولا تنقدين. لا، هجر جميل ما في أي أذى. إذا جاي يلتفت لك عبري فلان أنا جدا متضايقة إنه صار، وانتبهي تكونين يعني راجعي نفسك شوي، لا تكونين أنت حساسة قاعدة تضخمين الأمور، ليكون هو عنده أسباب، ليكون المشكلة أصلا ما تستاهل. فاستوعبي كلامي بعمق عشان تقدرين تطبقين. في العلاقة الزوجية اللي هي النسبة الذهبية إن يكون فيها 10% حب عالي، انسجام عالي، علاقة حميمية عالية، 10% بس. 10% أخرى اللي هي حوارات غير مريحة، فيها نوع من الصدامات. دائما أقيم العلاقة الزوجية الجيدة نعم إن فيها حوارات غير أريحية. يبقى 80% اللي هو الروتين اليومي المريح الهادئ اللي ما فيه مصادمات. طبعا أغلب الناس يقول لك ليش أنت تقول إن لازم يكون فيه حوارات غير أريحية؟ حوارات غير أريحية معناها أنا ما عندي كبت. مشكلتنا في العلاقات هي الكبت. لما يوصل الكبت إلى 50% أصير مو طايقك. كيف ممكن يصير الكبت؟ يصير في موقف قدامي يضايقني فأنا أسكت علشان أمشي، علشان ما أزعلك، عشان ما أخسرك. طيب كبت مرة، مرتين، 3، 4، إذا وصل الكبت 50% أصير مو طايقك. وصل الكبت 60-70 أصير أبغى أنفصل عنك. اوكي. تشوف الآن اثنين زي يحبون، كانوا يحبون بعض إذا انفصلوا. لما يوصل الكبت 90 80 90 فما فوق، يتحول الموضوع لأني أرغب بالانفصال، لأني أبغى أهاجمك وأكسرك وأقوم بإفنائك. لا تهمل زوجتك. المرأة مثل ما تحتاج دعم نفسي تحتاج دعم جسدي. يمكن الفراش ليس كل شيء للمرأة، لكن الدعم النفسي هو كل شيء للمرأة. يعني الكلام بالنسبة لها مهم، الاستماع مهم، العبارات اللي تسمعها إياها مهمة. هذه اللي تخلي المرأة مستقرة نفسيا، لأنها مرتاحة ومستقرة. فإذا المرأة تنحرف متى؟ ترتكب الخيانة متى؟ إذا في زوج مهمل، زوج ظالم، زوج مخادع، زوج خاين.